F-35 هي واحدة من أقوى الطائرات الشبحية اللي كاينة في العالم، وتقدر تحرر تيندوف وبشار والقناصة غير بوحدها، وهي واحدة من أهم الطائرات المقاتلة اللي بانوا في القرن 21. فالقوة ديالها والمواصفات اللي فيها خلت الخبراء العسكريين يوصفوها بأنها المقاتلة الأكثر شراسة في العالم، وهي سلاح ما كتعطيش الولايات المتحدة الأمريكية لأي دولة كيف ما كانت، بل ما كتعطيش حتى الأقرب الحلفاء ديالها. F-35 هي حلم العديد من الدول العربية بحال السعودية والإمارات، والنظام الجزائري كيتمنى توقع شي معجزة وما يمتلكهاش الجيش المغربي. في هذا الفيديو غنعترفوا على المقاتلة الشبحية الأقوى والأكثر تطورا في العالم، واللي تبارك الله عليها معروفة بزاف وعندها شعبية كبيرة عند المغاربة. غنشوفوا مناش كتكون هاد الطائرة والمميزات ديالها والعيوب اللي فيها، وفي النهاية غندير مقارنة بسيطة ما بينها وما بين الطائرة الشبحية سوخوي 57. المهم اخوتي قبل ما ندخلوا ونتعمقوا في الموضوع بغيت نشكركم على الدعم الكبير في الفيديوهات اللي فاتوا، وشكر خاص للناس اللي سولوا فيا والناس اللي مكثرت ما تفاعلوا معايا. حفظت الاسماء ديالها. يعتقد البعض أن الانتصار في المعركة يعتمد على قدرة الأطراف على حشد القوات، الطائرات، الدبابات، الصواريخ، ولكن من يتبنى هذه الفكرة هو مخطئ تماما، لأنه ينسى العامل الحاسم والأهم على أرض المعركة، ألا وهو المعرفة. فمن يمتلك القدرة على تحديد الأهداف ويمتلك التقنية التي تساعده على تحديدها وضربها هو الذي يمتلك الأفضلية على الأرض والأقرب إلى الانتصار. نستعرض اليوم داخل استوديوهات الحرة الطائرة F-35 والتي وصفها الجنرال جون ديفيد نائب قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية بأنها تقتل كل شيء. هي من الجيل الخامس للطائرات الحربية المقاتلة وتتميز بخصائص فريدة من نوعها. تصل تكلفتها إلى 122 مليون دولار، واستغرق تطويرها أكثر من 25 عاما من التجارب وتصاميم. الاف 35 هي الطائرة الشبحية من الجيل الخامس، وحاليا هي مقاتلة الأكثر تطورا في العالم، واللي تم الإنتاج ديالها وتطويرها من قبل شركة لوك هيرد مارتن سنة 2006. هذه المقاتلة استغرق الإنتاج ديالها تقريبا 3 سنين من العمل والتطوير الهندسي باش تخرج في النهاية بالشكل والمواصفات الخارقة اللي كنعرفوه بها اليوم. فالسرعة ديالها الطائرة كتوصل 2000 كيلومتر في الساعة، يعني السرعة ديالها كتجاوز سرعة الصوت، وعندها القدرة على التخفي بشكل كامل على الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي بحال باتريوت ومنظومة صام الروسية. فهي طائرة كتجمع ما بين القدرة على التخفي والمناورة، وتم تصميمها من الأساس لاختراق المجال الجوي للعدو والبقاء فيه لأطول فترة ممكن دون أن يتم اكتشافها أو رصدها من قبل المضادات الأرضية، وكتقدر تقصف مدن وتدمرها في ثواني. بالإضافة إلى هذا الشيء اف 35 كتوفر على حزمة من الأنظمة والمستشعرات هي الأقوى والأجمل في التاريخ، ما عمرهم ما كانوا شي طائرة مقاتلة من قبل. فالمستشعرات كيخليوها تعرف شنو واقع حداها بالضبط على مساحتها فوق 650 كيلومتر. اما النظام فكيخليها تجمع المعلومات بشكل دقيق من خلال الرادارات او الطائرات المرافقه لها او الاتصال المباشر باقمار الاصطناعيه، وهذا الشيء كيخليها تكتشف تحركات صغيره وبعيده عليها بمئات الكيلومترات بحال اطلاق الصاروخ او تشغيل محرك مركبه حربيه. شعار الطائرة F-35: أول من يرصد، وأول من يطلق الصواريخ، وأول من يقوم بالإسقاط. تحلق على ارتفاع 50,000 قدم وتصل سرعتها إلى حوالي 2000 كيلومتر في الساعة، مزودة برادار خارق يتعامل مع 20 هدفا في أقل من 18 وفي آن واحد. تمتاز بقدرة التخفي عن أجهزة الرادار، ولديها القدرة على تفادي المضادات الأرضية أيضا. هذا ليس كل شيء، هناك المزيد. الخوذة التي يرتديها طيار الاف 35 تمكنه من رؤية جميع ما يدور من حوله بتقنية ال 360 أو بتقنية محيط 360 درجة، وكأنه هو جسم الطائرة. يقوم نظام الذكاء الاصطناعي بتحديد جميع ما يحيط بالطائرة من أعداء وحتى أصدقاء، سواء كانوا في الجو أو على الأرض، من خلال الكاميرات والمستشعرات. أتريدون المزيد؟ ادفعوني. الأنظمة على متن هذه المقاتلة هي الأكثر تطورا، لم يسبق لها مثيل في أي مقاتلة جوية في التاريخ،
فهي تتلقى المعلومات من شبكة الطائرات المرافقة لها أينما كانت، ومن طائرات الإنذار المبكر مثل طائرة USAF E-3 Sentry. ويصل محيط كشفها للمخاطر إلى أكثر من 650 كيلومترا. اما بالنسبه للرادار اللي كتوفر عليها الطائره فهو رادار خارق، وهو جوهر الطائره، بحيث ان هذا الرادار كيقدر يتعامل مع 20 هدف متحرك دفعه واحده في اقل من 10 ثواني، وهذه حاجه ما تلقاهاش في الطائرات الروسيه. ونزيدك الاف 35 الاف 35 هي طائره متعدده المهام وكتقدر دير بزاف ديال الحوايج دفعه واحده، واللي في العاده كان كيطلب تنفيذهم عدد كبير من الطائرات المقاتله. المهم وكخلاصه اف 35 هي طائره خارقه، والقدره ديالها على التخفي وتجاوز المضادات الارضيه قويه بزاف، وبالفعل كتستحق ان الجيش المغربي يتفاوض عليها ويشريها. ولكن بالرغم من هذه المميزات كامله اللي فيها، فهي كاي سلاح كتحتوي على مجموعه من العيوب، ومن ابرز العيوب اللي فيها هي السرعه ديالها اللي ما كتتجاوزش 2000 كيلومتر في الساعه، وهذه السرعه ضعيفه بزاف مقارنه بالسرعه ديال الطائره الشبحيه الروسيه سوخوي 57 واللي كتقدر توصل ل 2560 كيلومتر في الساعه. وحاجه اخرى، سوخوي 57 هي ارخص بكثير من الاف 35، فالثمن ديالها في حدود 100 مليون دولار، بينما الاف 35 الثمن ديالها يفوق 120 مليون دولار. ولكن بالرغم من هذا الشيء فالاف 35 كتفوق من حيث التكنولوجيا الحربيه والقدره على الطيران بشكل غير مرئي واختراق المضادات الارضيه، وهذا الشيء علاش هي اقوى واغلى من السوخوي 57. إضافة إلى كل ذلك، فإن سرب مقاتلات الاف 35 يستقبل المعلومات من شبكة الأقمار الاصطناعية والتي تستخدم تقنية الأشعة تحت الحمراء ضمن منظومة تعرف باسم Space Based Infrared System. هذه المنظومة تقوم بتصوير سطح الأرض باستخدام تقنية التصوير الحراري لرصد أي تحركات للعدو. فهذه المنظومة قادرة على رصد أي تغيير بسيط في الحرارة على سطح الأرض، مثل إطلاق صاروخ أو حتى تشغيل محرك طائرة، لتقوم بتحديد موقعه على الأرض ومن ثم إرساله إلى منظومة الدفاع، والتي بدورها تقوم بإرساله إلى طائرة الاف 35 لتقوم باللازم. مقاتلات اف 35 الأحدث في العالم كانت قد نفذت أولى عمليات قتالية مطلع مايو في العراق، عندما أغارت مقاتلتان من هذا الطراز على وادي الشاي جنوب محافظة كركوك، مستهدفة شبكة أنفاق محصنة لتنظيم داعش ومخزن أسلحة في جبال حمرين. ووفقا للجيش الأمريكي جاء هذا الإعلان عن هذه العملية. أما فيما يتعلق بآخر المعلومات عن عمليات وصفقات الشراء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان بأن اليابان تنوي شراء 105 طائرة مقاتلة من طراز اف 35. المهم حتى لهنا انا وصلت النهايه ديال الفيديو. الا وصلتي معايا حتى لهاد النقطه فانت من الناس اللي عزازين عليا بزاف. فما تنساش شعارنا ديما الله الوطن الملك، الصحراء مغربيه، عاش الملك وديما مغرب. كان معكم خوكم المارشال، ما تنساوش الجيم وبارطاج وتابعونا فيسبوك المارشال جوج، يوتيوب المارشال، تيك توك المارشال. هلا